السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ القصة أحب أوضح إن اللي هتسمعوه النهاردة مش مجرد حكاية رعب عادية. دي قصة غريبة جدا، بطلها سواق ميكروباص أقسم بالله إن عمره ما هينسى اللي حصل معاه في الليلة دي. في طرق كتير بنمشي فيها كل يوم، لكن في طرق تانية الناس بتتجنبها بعد نص الليل، وخصوصا قبل الفجر. بيقولوا ان في ركاب ممكن يقفوا ليك على الطريق، تركبهم بنفسك وتتكلم معاهم عادي، لكن الحقيقة المرعبة انهم مش المفروض يكونوا موجودين اصلا. ولو سمعت خبط على العربية في نص الليل اوعى تفتح الباب، ولو بصيت في المراية ولقيت عدد الركاب زاد يبقى فات الاوان. استعدوا دلوقتي لسماع واحدة من اكتر قصص الرعب المصرية غموضا واثارة. ويلا بينا نبتدي القصة. قصة بعنوان ركبتهم في نص الليل واكتشفت انهم ماتوا من 20 سنة. انا اسمي حسام، عندي 29 سنة، وبشتغل سواق ميكروباص على خط القاهرة الفيوم. واللي هحكيه حصل معايا من سنتين، واقسم بالله لحد النهاردة لما بيجي سيرة الطريق ده قلبي بيدق بشكل غريب. انا كنت شغال وردية ليل، وكنت اخر عربية بتطلع من الموقف حوالي الساعة 12 بعد نص الليل، في ليلة شتاء. الدنيا كانت بتمطر مطر خفيف وضباب عالي على الطريق، والركاب كلهم نزلوا في اماكنهم، وما فضلش غير ست عجوزة قاعدة ورا، كانت لابسة اسدال اسود بالكامل، وشها مش ظاهر. قلت لها حضرتك هتنزلي فين يا حاجة؟ قالت بصوت واطي جدا عند الكيلو 47. استغربت لان الكيلو 47 مفيهوش بيوت اصلا، ده مجرد طريق صحراوي وجنبه مقابر قديمة مهجورة، لكن قلت يمكن حد مستنيها. كملت السواقة. بعد 10 دقايق بصيت في المراية ما لقيتهاش، لقيتها اختفت. وقفت العربية فورا، لفيت ابص ورايا لقيتها قاعدة مكانها عادي، لكن كانت باصة ناحيتي مباشرة، مع ان وشها قبل كده كان نازل لتحت. قلبي اتقبض، قلت لنفسي يمكن ارهاق او اجهاد. كملت، وفجأة سمعت صوت طفل بيضحك. بصيت في المراية، كان في ولد صغير قاعد جنب الست، ولد عمره حوالي 7 سنين تقريبا، لابس هدوم قديمة جدا ومتبهدلة. انا متأكد 1,000,000% ان ما كانش راكب حد تاني معاها. اتجمدت وقلت الولد ده طلع امتى؟ الست رفعت راسها ببطء وقالت ده ابني، بيرجع معايا كل ليلة. الولد ابتسم، لكن ابتسامته كانت غريبة ومخيفة اكتر من الطبيعي. وبعدين قال انت اول مرة تمشي الطريق ده لوحدك؟ معرفتش بصراحة رد. بعد شوية وصلنا الكيلو 47. الساعة كانت تقريبا 3:15 صباحا. الضباب بقى اكتر من الاول. الست قالت نزلنا هنا. وقفت العربية، بصيت مفيش اي بيت حوالينا، ولا نور ولا بني ادم. قلت يا حاجة هتمشوا فين هنا؟ ردت بهدوء بيتنا هنا. فتحت الباب هي والولد ونزلوا، لكن قبل ما اقفل الباب الولد لف ناحيتي وقال ما تقفلش الباب بسرعة، لسه اختي هتنزل. في اللحظة دي سمعت خبط على جسم العربية من ناحية الباب بتاعي، فبصيت. خبط خفيف كده، وبعد كده خبط اقوى. نزلت ابص مفيش حد. رجعت للعربية، لقيت بنت صغيرة قاعدة جنبي على الكرسي الامامي، وشها كله طين وشعرها مبلول. بصت لي وقالت ماما سبقتني.
ساعتها صرخت وفتحت الباب بتاعي ونزلت أجري، لكن لما بصيت ناحية الطريق لقيت الست والولد كانوا واقفين بعيد وسط الضباب مستنيين البت تنزل. أول ما وصلت لهم ونزلت وبقت معاهم، التلاتة اختفوا فجأة. رجعت العربية وأنا بترعش، ولاحظت حاجة غريبة جدا. المقاعد كلها مبلولة بالمية والطين، مع ان المطر ما كانش دخل العربية اصلا. تاني يوم حكيت لسواق قديم اسمه عم رمضان، وشه صفر وقال: انت نزلتهم عند مقابر الكيلو 47؟ هزيت راسي. قال: من حوالي 20 سنة حصل حادث عربية ملاكي هناك، الام وولد وبنت ماتوا في نفس الليلة، ومن وقتها اي سواق يعدي قبل الفجر ممكن يركبهم، لكن بشرط ما تبصش في المراية كتير، وما تقفش لو سمعت خبط على العربية. سألته ليه؟ سكت شوية وبعدين قال: لان اللي بيخبط مش دايما بيكون البنت، احيانا بيكون ابوهم اللي لسه بيدور عليهم لحد النهاردة. ومن يومها ما بقيتش اشتغل اي وردية ليل، لكن الغريب ان كل سنة في نفس اليوم بصحى الساعة 3:15 بالليل على صوت خبط هادي على باب شقتي، و3 أصوات بتقول: افتح يا عم حسام، احنا وصلنا. وبكده تكون قصتنا خلصت النهاردة. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل القصص الجديدة المرعبة. وسلام.